النهارده ان شاء الله هعمل معاكم تورته نصين، نص فانيليا ونص شوكولاته. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا نص كيلو سبونش فانيليا، هاخد عليه 6 بيضات، وهاخد معلقه من الفانيليا السايله على البيض، نص كوبايه من الميه، ومعلقه من محسن الجل. وهضرب كده السبونج لمده 5 دقايق عشان يتماسك كده معانا. اول ما بيتماسك وبتلاقي فيه لمعه بتعرفي ان السبونج اتضرب كده كويس. معايا الصينيه كده، الصينيه المستطيله دي اكبر صينيه في ال3 صواني بتوع الطقم. خدت كده الاسبونج وهبدا ابطن بيه الصينيه. بعد كده احط ورق زبده او ورق خبز. ابطنت كده الصينيه وهبدا اعمل للصينيه حرف لان الاسبونج هيعلى معانا. خلاص بالشكل ده كده. ده الاسبونج بعد ما اتضرب، شايفين زي ما قلت لكم بيلمع ومتماسك معانا. ارفعي كده الصينيه بتاعك بطبق او بفوطه مطبخ عشان الاسبونج ما ينزلش في الصينيه كلها، عشان زي ما قلنا هنعمل التورته نصين. خدت كده نص سبونج شوكولاته، واخد عليه برضو 6 بيضات، ومعلقه من الفانيليا ستايله، ومعلقه من محسن الجل، ونص كوبايه من الميه، وهنضربه برضو لمده 5 دقايق. بدأت كده اسوي السبونج الفانيليا واظبطه في الصينيه. شايفين الاسبونج متماسك ازاي؟ طبعا مشغله الفرن على درجه حراره 180. هدخلها على الرف اللي في النص. هتقعد معايا بالظبط 45 دقيقه. بعد 40 دقيقه كده اختبريها بخل او استكسن بتاع الشيش طاووق. لو طلعت نضيفه معاكي اعرف ان الاسبونج خلاص استوى. خلاص كده سويتها، هبدها هبدتين كده عشان اطلع لو فيها هوا ولا اي حاجه. كده بعد ما خرجت من الفرن، طبعا بعمل الاسبونج قبلها بيوم. خدت كده كوبايه من السكر، وعليها 3 كوبايات من الميه المثلجه، وخدت معلقتين من باستري كريم، وخدت 3 كوبايات من الكريم شانتيه. معلقتين الباستري كريم دي بيفرقوا معاكي في الكريمه، بيكون عطيالها طعم غني كده وطعم حلو. هسيبه بقى يتضرب، وهقطع الاسبونج. هشيل الطبقه اللي تحت كده بالسكينه. الطبقه دي بتكون ناشفه طبعا لازم تشيليها. خلاص كده تمام. الوش بتاع الكيك لازم تشيليه لانه بيكون كده بيلزق. اول ما بتخرج من الفرن بنغطي الوش كده بورقه زبده او بفوطه، فالوش بيطرى معاكي. فلازم كده تشيليه لان طبعا وش الكيك لو فيه زفاره في البيض بيكون الزفاره كده في الوش بتاع الكيك من فوق، فلازم الطبقه دي تتشال. هي بتتشال معاكي بكل سهوله، لو ما شلتيهاش بالسكينه بتتشال بايديكي عادي. عملت المنشار كده على 9 وهقطعها 3 طبقات. شايفين الكيك فاتح ازاي؟ لون الفانيليا فاتح، وكانت طريه جدا وما كنتش متحمله ان انا امسكها خالص. سويت الطبقة التالتة دي كده، عملتها 3 طبقات على رقم 9. طبعا الطبقة معانا مش صغيرة ولا حاجة. السبونج الضرب هقسمه كده نصين، هاخد نص فانيليا والنص التاني احط عليه معلقة من الكاكاو الخام، واحط عليه معلقتين من الجناش واضربه تاني. جبت كده القاعدة اللي انا هحط عليها التورتاية، وحطيت معلقة كده من الكريم شانتيه وزعتها، وهبدأ اثبت بيها التورتة. وهسقي التورته دي بسيرب. السيرب ده كوبايه من السكر، حطيت عليهم كوبايه ونص من الميه وعصره ليمونه، وسبتها كده تغلي لمده 5 دقايق. بيكون السيرب ده خفيف مش تقيل، ما تسيبوش يغلي عشان ما يتقلش معاكي. لما بتسقي الكيك بالسيرب بيكون طري معانا كده. خدت طبقه من الكريمه الفانيليا، حطيتها على الجهه الفانيليا والشوكولاته، حطيت برضو عليها كريمه شوكولاته. هاخد كده صوص فراوله على فوق الكريمه كده، وهاخد جوليو شوكولاته، واخد الطبقة التانية من الكيك برضو وهسقيها، وهنعمل ال3 طبقات بنفس الطريقة. خلاص كده تمام.
لو عجبتك الوصفة متنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، تفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. هاخد الطبقة التالتة. السيرب ده طبعا بيخلي الكيك كده طري معاكي، ما بتكونش الكيكة ناشفة، بتكون طرية. هبدأ افرد الكريمة بقى واظبطها كويس. الجنوب بتاعت التورته بقى بالاسباتيولا كده، وهبدأ اجلسها. وانت بتجلسي طبعا هتلاقي في حتت كده بتظهر معاكي، هتاخدي من الكريمة وتبدأي تظبطيها. ممكن تجيبي الكريمة وتحطها في كيس تلاجة وتعملي على الجنوب بتاعة التورتة، وبعد كده تعمليها بالاسباتيولا بتكون اسهل. هنضف كده القاعدة بتاعة التورتة بمنديل، وهجيب السكرابر المشنشر وهبدأ اشنشرها بالشكل ده كده. هعمل الدريبات بقى. ده جناش شوكولاتة، دي شوكولاتة مسيحاها على حمام بخار، حط عليها كده نص كوباية من اللبن، وحاطة معلقة من الزيت عشان تديلها اللمعة دي. خلاص كده تمام. ده التب اللي هو النجمة. هبدأ بقى اعمل بيه الروزيتات اللي فوق، بس مش هعمل روزيتات، هعملها شكل حلزوني كده بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. بعد ما عملتها كده الشكل ده هبدأ اقسمها من النص كده، هقسمها نصين. بعد كده عملت روزيتات كده على جنب التورتة من تحت. شايفين ما شاء الله الشكل بتاعها؟ الشكل ده بيطلع الرسمة بتاعته حلوة على التورت. خلاص كده تمام. هبدأ اقسمها برضو من النص كده. طبعا كل ما بتشتغلي فيها الشكل بيظهر معاكي. اشتغلي بقى الرسمة بتاعت التورتة دي، اعملي اي حاجة هتطلع معاكي الرسمة حلوة يعني. طبعا ما بيبقاش في حاجة في دماغ الواحد، وما بيجي يشتغل بتلاقي كده اي شكل بيطلع معاكي في الاخر، وما شاء الله بيكون الشكل بتاعها حلو كمان. حطيت انا جيليو. الجيليو ده المتحدة فراولة، واحط كمان جيليو شوكولاتة، احط جيليو مانجا. يعني خدت على الفانيليا كده جيليو فراولة وجيليو مانجا. خلاص كده سويتها بالمعلقة، وجبت كده كيس وخدت فيه معلقة من الكريم شانتيه، خططها خطوط رفيعة كده. وبعد كده اعمليها بستيكس كده او بعود من بتاع الشيش طاووق كده، الشكل المتعارف عليه ده. خلاص كده. هاخد هنا مربى حليب، حطها في كيس، وهاخدها كده بشكل خطوط كده.
طبعا المربى الحليب دي بتبقى على التورت والجاتوهات جميلة جدا، يعني بتوديلك التورتة كده في حتة تانية خالص. وخدت هنا نوتيلا، النوتيلا دي مسيحاها على حمام بخار من المية، وحط عليها كده معلقة من الزيت. هاخد هنا على مربى الحليب كده انصاص من البندق، وهنا حطيت كده شوكولاته فلوتس، ممكن تحطي اي نوع شوكولاته عندك، وخدت عليها خطوط كده بجناش الشوكولاته. ودي كانت وصفه النهارده. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي؟ يا رب اكون افدتكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم، ونشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.